البقاء قدام الله. البقاء لله. عايز شو شفتي؟ البقاء لله. فكرنا كده باحداث القضيه كده، وعرفينا ايه اللي حصل بالظبط في القضيه. رحت لقيت عمها ومرات عمها بيجروا وجوز عمتي في اهل قالوا لي ده صفاء دايخه. رحت لقيت الشارع مليان والدنيا وناس يامي وداخله في بيتي مالي. لقيت سلفتها انقسلت. بنتي مالي قالت ما اعرفش وطلعت طشت في ايدي. صفاء مالها حنان تقول لي ما اعرفش. قلت لها طب قولي لي عملتوا في بنتي؟ قالت احنا ما عملناش. دخلت بنتي مالها خالتي عطيات تقول لي امر ربنا ونفس. خالتي تقول لي يا حماتي والدة ايوه حماتي. بنتي مالها تقول لي امر ربنا ونفس. وريني بنتي تقول لي انت عاوزه تكشفات بيدري يا اشوف بنتي. قالت لي ربنا عطالك وخدتي. راحت حمات مرات عمه جراني من رقبتي بالخمار ومطلعاني برا وراحت قافله الباب. راحت سلفتي مصرخه وقال لي بنتك اتقتلت. رحت داخله اجري عليه لقيتها مخنوقه وجع الدم نزل من مناخيري. وشعرها منكوش. بنتي عملت فيها تقول لي ما فيش حاجه ده امر رباني. يا ولاد بنتي مالها تقول لي امر رباني ربنا عطالك. ده مش بنتك ده بنتك الزن وانتوا عاملينها كده. بنتك الزن ولا لا كده. طب اشوفي يقول لي لا يطلع كل ما اقول لهم اشوفه يطلعوني. لقد اتكفن على السراحه ومش عاوزين اشوفي. وهو قاعد على الركن بنتي مالي يقول لي مالهاش. عملت بنتي يقول لي ما اعرفش. جينا ناخده راحوا جايين عايشيني. عيال عمو ضربوا رجالتني وعايشيني. طب انا جايه وبنتها بتقول لي انت هتجيب امي يا ام سعيده انت هتجيب امي معاك. طب اقول لها بنت المجني اللي بتقول لي كده؟ ايوه بنت صفاء نادي بتقول لي انت هتجيب امي معاك. قلت لها طب يا نادي روحي لحضاني وانا هجيبها وجاي. اروح اقول لها مش راضيين يكتبوها عدي. والله دي ما اتكتبت لانه ما كان سنها صغير. مش راضيين يكتبوها. كلمينا في الواقع بس. ندى ده عندها كام سنه؟ عندها 4 سنين. 8 اللي فات دي كملت 4 سنين. لما شافتك راحت تجيب والدتها متوفيه بتقول لك انت هتجيبي امي؟ بتقول لي اما انت هتجيبي امي النهارده. بتقول لي انت رايحه يا اما تجيبي امي صفاء. قلت لها روحي الحضانه ينادى امتك يا هتلاقي امك صفاء. طب اروح اقول لها ابوكي بتمتع وامك ماتت. ابوكي عايش وستك عايشه وامك ماتت. يعني انتوا كلكم اصلا رايحين فاكرين انها يا بنت تعبانه. احنا رايحين يعني ما حدش منهم قال لنا حاجه. هم الجيران اللي اتصلوا بينا تعالوا نشوفوا البيت بتاع عيالي. احنا نزلنا رحت الدار على اساس ان احنا اللقاء تعبانه ولا حاجه. رحت فوق فيها يا جدعان الناس ملمومه والشارع ملموم فيها يا جدعان. في ايه الحكايه والروايه يا جدعان؟ حد يقول لي في ايه؟ لقيت عمتها نحصل دخلت في بيتي متغطيه مش عاوزين يشوفوه. برفع البتاع. مين اول حد شاف صفاء الله؟ عمتي. اختي لان هي راحت. انا رحت بعدين. كلمنا عن حاله صفاء كانت عامله ازاي؟ انا برفع وش الملايه من وش صفاء. لقيت صفاء مناخيرها من هنا نزل دم من هنا دوافي وشها ازرق جامد وعند رقبتها هنا زي ما يكون ضغط عليها جامد لانها زرقاء جامد. وهي متكلفته في الملايه اللي هي زي ما هي. انا شفت وشها. بنتي مالها انتوا جبتوا دكتور؟ طب انتوا عملتوا؟ لا احنا ما جبناش حد. طب اخد بنتي اطلع بيها المستشفى. انا مش مقتنع ان بنتي ماتت. اصل بسهوله كده يعني البنت تموت. انا مكلمها الساعه 9 قبلها بيوم. يعني ليلتها الساعه 9 بالليل مكلمني. يعني مش معقوله يعني. انا مش مستوعب. هي ما كانتش قالت لكم مثلا ان في خلافات؟ مفيش حاجه خالص. ما بيحصلش حاجه. والله بنتي ما كانت تيجي غضباني ولا عمره غضبني. هي تيجي مالك صفاء تقول لي جايه بات يما اقعد معاكم يا وتروح. بترفض تقول على الخلافات اللي بينها وبينه. والله عمرها ما قالت لنا حاجه. وحتى يا استاذ ما كانش في خلافات يعني زي وحتى لو في خلافات وفي حد يقتل ده يحق ان هو حد يقتله. انا بقول لك يعني بتخاف علي وبتحبه وبتعمل كل حاجه حلوه عشان احمد وام احمد. تيجي يا صفاء تعالي عاوزين صفاء يا ام يا احمد. يقول لي يا ام صفاء انا ما بعرفش استغنى عني.
انا مش يوم واحد. اقول له طب تيجي تقعد طول النهار وتروح المغرب. يقول لي عشان خاطرك يوم واحد. هو اللي مش عاوزها تيجي يا خي زياده. هو عمل فيها كده لا؟ انا بقالي 10 اشهر عاوزه اعرف بنتي عمل فيها كده لا؟ عملت وهي ما عملتش حاجه. لما كده اخد بنتي اطلع بيها اروح اكشف عليها اشوفها مالها عندها غيبوبه دايخه ما اعرفش انها ماتت اصلا مش مصدق بمعنى صح يعني. اجيب طالع بيها اهله فضلوا يحوشوا فيا لا ما انتش طالع استر على بنتي استر على بنتي يا جدعان مش اشوف بنتي الاول فيها اهي. فضلوا يزقوا فيا ويشدوا فينا. البت وقعت مننا واحنا شايلين البت في الصاله وقعت مننا. لما اشتلنا البت بعدها وقلت لاخويا روح بلغ النقطه عندنا اخد بنتي وقت عشان تاخد بنتك وتشوف أيوة. فين. راح لما اخويا راح بقى هم خافوا سابوني خدت البت وطلعت خدت البت ورحت المستشفى بتاعت رشيد مستشفى العام في رشيد. الدكتور كشف عليها قال لي يا ابني ده ديت مش مقتوله كده ده كان بيعذبني ده دي متعذبه. لا بنبص لكن ايديها متكتفه ورجليها متكتفه وهم كانوا احنا مش يعني هو كتف ده ورجلها شال حركاتها احنا عشان ما تقومش. احنا ما شفناش الحاجات دي غير في المستشفى احنا شفنا وشها بس. الدكتور كشفني والله انا قاعده تحت السرير والدكتور بيكشف علي وريها علي اشوفي. يقول لي انت ربطتيه؟ قلت له انا ما شفتش حاجه. انا لقيت دراع مربوط من هنا ودراع مربوط من هنا والرجل مربوطه والرجل دي مربوطه زي ما يكون كان بيخلص من جتتي. جاي يجيب على ظهري يقول لي عصام مشمت على جتتها من ورا. يقول لك يعني عاوز اعرف بقى هو عامل فيها كده. اخر مره زرتها في القبر امتى؟ في المقبره امتى؟ نهار العين مش عارفه اروح ليه. عاوزه حقي انا عاوزه حقي. يعني صفاء بنتك عمرها ما في مره جت قالت لك ان في خلافات؟ والله العظيم عمرها ما اشتكت لي منه ولا قالت اسم حاجه علي. صفاء لو سالته على اي حد في جيرانها لو واحد قال بس ربع كلمه صفاء تحسب كل جيراني. يعني مش هقول لك احنا عندنا احنا مثلا لا جيرانها هناك كل لك عاملين سفر دي ايه من عند ربنا كده انها لا بتغلط في حد ولا بتزعل حد ولا بتعمل اي حاجه في حد. شعلوا سلفاتي خدت البت الصغيره وراحت ودتها لامها الساعه تنام بالليل وانا جنب امها يعني مسافه بسيطه. ما جاتش قالت لي الحقي بنتي. طب شوفي بنتك هم كانوا يقولوا لي يدوها لي بس ما يعملوش فيها كده. كل ما اشوفها كده تعال انا بنعس باجي بنمشي خالص. دخلت عليها في المشرحه وبتزعدي بتروحش مني بتروحش. هو لسه قاعد. كلمينا كده اخر مره صفاء جات لك في المنام كده طلبت منك ايه ولا شفتها ازاي؟ كانت حالتها عامله ازاي؟ جاتني مره وتقول لي انا زعلانه منك انت وابويا وعمتي. لا يا صفاء عشان سايبين حقي وسايبينهم يتمتعوا بحاجتي. قلت لها طب خدي يا صفاء كلميني. جاتني من قيمة اسبوعين والله اسبوعين والله من ساعتي جايه مغطيه وشها بطرحه سمراء وشعرها على ظهرها منكوش وتقول لي خليكي ناسي وسايبه حقي خليكي قاعده وسايبه حقي انتوا ظلمتوني وتمشي. والله من ساعتها انا ما بنام من ساعتها. هي عاوزه حقي وانا عاوزه اروح اشوف بنتي في قبري وعاوزه اخد لها عيالي. فانا مش عارفه اروح ليه. اروح لها اقول لها ما خدتش حقك مش عارفه اخد حقك. دولة قانون ان شاء الله. هتزورها تقول لها ايه كده في باذن الله حقها يرجع ان شاء الله. هتزورها تقول لها ايه في المقابر؟ اقول لها احنا خدنا حقك يا صفاء وارتاحي وظلمنا اللي ظلمناكي عشان عيالي يا ولاد عيالي. كل شويه البنت الكبيره تقول لي يا امي صفاء بكيش لا يما. اقول لها راحت عند ربنا ينادي. تقول لي احمد اللي عمل فيها كده هو اللي خلقها يا اما اقتلي يا اما اقتلي. اقول لها يا ندى هروح اقتل النهارده. تقول لي انت هتقتلي احمد كده يا امي صفاء؟ قلت لها ايوه يا ندى. انت اللي بتقولي كده حفيدتك اللي بتقولي كده؟ ايوه وانت صفاء واجنه عليها. ايوه بتقول لي انت هتقتلي احمد وتجيبي صفاء. قلت لها ايوه. قالت طب انا مستنيه امي صفاء. طب انا اقول لي دي
لما يعمل فيها كده سايبه لي عيال عندها 15 وكانت ناقصه جنبي. طب يبص لبيته، يبص لبيته بعيدها لي يا ربي، يا ربي عشان امي، انا يا ربي وعشان امها زي ما ربيت امها يا ربي. بس الله يخلص حقي، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم في كل اللي زلمي. الله يخلص حقك يا بنتي. مطالب منكم دلوقتي ان حضرتك تكون الاب والجد، والجده تكون الام والحفيده. كلمنا عن ما هو انا العيال انا مش هسيبهم، لان دول حته من بيتي. هم اطفال ما لهمش ذنب في الاول وفي الاخر. وحفيدك. ايوه هم ما لهمش ذنب اصلا بأي حاجه. يعني هم دلوقتي ما يعرفوش غير انا ابوهم ودي امهم، ما يعرفوش حد تاني. يعني هو لا بتقول لي يابا والتانيه تقول لي يا بابا، الاثنين، ودي كلها يا ماما. ما جاتلكش صفاء في المنام كده ولا شفتها فوق ايه؟ لا، لان انا مقصر في حقي، ما جبتلاش حقي. طبعا هتقدروا تقوموا ان شاء الله نفسكم، ان شاء الله نجيب حقها ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم، وربنا يصبركم ويثبتكم. 10 اشهر يا بلاد، 10 اشهر جدتي اتدغدغت من النار اللي في بطني. انا تعبت.